كشملك. لا يا كشملك. لا ابو جاسم، لا ابو جاسم، انا كل الزعلان عليك. استاذ يوسف. اي نعم. مرتين شفتك مرة بالانتخابات من جد كذبت علينا بالوعود والامنيات، وهاي ثاني شوفة. يمال الشوفة. كل الهلا بيك استاذ. وبيك اكثر حبيبي، طبعا انا مشغول تدري، وامس جيت من العمره. اقول لك انت هواي تروح للعمره، خاف محترف بالدوري السعودي وما المسؤوليه يعني كلش كبيره، وصدقني انا لو ادري بها هيك فلا ارشح ابدا. لا هو الصوت مو بيك، بينا احنا كل مره ننتخبكم. لا تغير الموضوع ابو جاسم. شلون تبيع بيض فاسد الجهالي؟ اخوي هم يجوا خذوا على ريحتك. ايه لا يعني احنا ايش مدري نبي فاسد، ايش مدري يعني احنا نبيع شط القلي، ايش مدري نبي فاسد. شلون ايش مدريك البيض بيضك؟ لا انا بطلت ما بيض من زمان، قمت اجيب جمله. وليش تجيب بيض فاسد؟ واذا فاسد هي ضلت على البيض. ايش تقصد؟ هو اللي ببالك قصده اللي ببالك. المهم لا تغير الموضوع، كان المفروض تخابر النزاهه. خابرتهم بس بعدهم ما لازمين الدجاجه. يا دجاجه. بيض الفاسد. انا ما اقصد الدجاجه. ها قصدك عالديج لزموه بس طلعوا لي عدم كفايه الادله. ولا الديج، انا اقصد التاجر اللي يبيض الديج، اقصد التاجر اللي اشتريت من عند البيض الفاسد. هسه خصم الحكي، انت ليش تعب روحك؟ وين البيض الفاسد؟ جيبه خله بدلك اياه. كيلو جهال. بعد وين المشكله اذا كيلو جهال؟ شلون وين المشكله؟ يعني انت توكل جهال بيض فاسد؟ يا اخي اذا انت معودهم على اكل فاسد انا شو اسوي لهم؟ انا معلمهم على البيض الفاسد؟ ابدا، اصلا انا معلمهم على الشرف، على الامانه، على النزاهه. هذا ثلاثه ما موجودات بالبيض. لا وين موجودات؟ عند الناس الفقره. المهم لا تغير الموضوع، انا راح اخذ هذه الطبقات اشيكن قليا وسلقا ومخلمه، اختار من عندهن 10 والباقي الفاسد ارجعه. زين بس سؤال، انت راح ترشح على الانتخابات الجايه؟ طبعا اكيد. لا عاد اخذ البيض الفاسد الك لان ما يلوق بس الحلي.